بعد فوز الاهلي بهدفين مقابل هدف على بيراميدز في نهائي كاس مصر وتتويجه بلقب الكاس، الحرقان والشياط مش في بيراميدز، ده في 100 عقبه. انا مش عارف انتوا مالكوا يا جدعان ومال القصه؟ انتوا طرف في مباراه النهائي؟ طيب لا، بس اي حاجه احنا مع بيراميدز، احنا اي حاجه بص ضد الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت في بدايه الفيديو تصلوا على النبي، ولو مش مشترك في قناتي اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ما تنساش اللايك والشير للفيديو. زي ما قلت لحضرتك كده في البدايه، المقدمه. تعالى بقى اسمع احمد حسام ميدو بيقول ايه وارجع لي تاني عشان لسه في فيديوهات كتير قوي. يلا نسمع ميدو الاول، يلا بينا. لان بصراحه لعيبه الاهلي رجاله، سيبك من المستوى الفني. يعني في لعيبه كتير في الملعب مش في مستواها، بس بيقاتلوا في الوقت الصعب بتلاقيهم. عشان كده الاهلي في المكان اللي هو موجود فيه النهارده. لو سالت اي حد بتاع كوره هيقول لك ان الاهلي مش احسن فرقه في مصر. احمد حسام ميدو بيقول لك انت لو سالت اي حد هيقول لك مش الاهلي افضل فريق في مصر. امال مين افضل فريق في مصر؟ اللي بيفوز بالاحتواء، اللي فاز على البنك الاهلي 1-0 بالعافيه بالاحتواء. مين افضل فريق في مصر يا كابتن ميدو؟ مين؟ انا عايزك تطلع تقول لي مين افضل فريق في مصر. ما قلتليش اسامي. هو انت عارف، انا عارف، وانت عارف، ومصر كلها عارفه انت قصدك على مين. بس يا كابتن ميدو، في فريق اسمه النادي الاهلي لعب 3 دوري ابطال افريقيا في النهائيات، ولعب 3 كاس عالم للانديه، واقول لك ايه، والسنه دي في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. تخيل يا اخي. لا، وعشان اقول لك بقى مين افضل فريق في مصر لو هتتكلم في مصر، الاهلي في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لك. تعالى بقى صلى على النبي، قول عليه افضل الصلاه والسلام. بدايه الموسم الاهلي والزمالك كاس السوبر في الامارات، 2 فوز النادي الاهلي 2-0. يجي هنا الاهلي لاعب بيراميدز في الدوري المصري، فوز النادي الاهلي على بيراميدز 3-0. تيجي بعد كده تلعب الزمالك، فوز النادي الاهلي على الزمالك في الدوري المصري 3-0. تيجي بعد كده الاهلي يلعب بيراميدز في نهائي كاس مصر، الاهلي يفوز 2-1 ويتوج بلقب كاس مصر. مين بقى افضل فريق في مصر يا كابتن ميدو؟ سمعني عشان مش سامع صياحك. اسمع بقى خالد المنظور وارجع لي تاني. يلا بينا. يعني مبروك لنادي الاهلي، هارد لك لبيراميدز، وهارد لك خصيصا لاحمد الشناوي اللي عمل مباراه من اسوا مبارياته، خصوصا في المباريات الكبيره والمصيريه، وكان احد اسباب هزيمه بيراميدز النهارده بخروجه الخاطئ في الهدفين. كابتن احمد الشناوي، كابتن خالد الغندور بيقول لك يعني من الاخر، من الاخر، انت خليت بيراميدز يتاهل على حساب الزمالك. يعني انت السبب اللي خليت بيراميدز يفوز. اشمعنى المباراه دي ما خلتش بيراميدز يفوز على الاهلي؟ ازاي بيراميدز ما يفوزش على الاهلي يا احمد الشناوي وانت واقف؟ وبعدين سياده المستشار طلع قبل كده وهاجم احمد الشناوي في مباراه الاهلي وبيراميدز 3-0، قال لك هو السبب، وازاي يخش فيه الاجوان دي. فخالد الغندور ماشي وراه. دلوقتي سابوا كل حاجه وساب لك اداء الاهلي، وبعد ما كان الاهلي متاخر مفروض 1-0 قدر يعود ويفوز ويتوج بلقب كاس مصر. بس هما خايفين من مقابلتنا في كاس السوبر. اسمع بقى معايا اللي كان مع كابتن خالد الغندور احمد عبد الحليم بيقول ايه، وارجع لي تاني عشان لسه في فيديوهات كتير احنا. يلا بينا. اتفرجت على ماتش الكاس؟ اه طبعا اتفرجت. ايه رايك في الكوره، في الماتش يا كابتن، وفي الكوره عامه؟ كرة القدم محتاجة توفيق يعني يعني الكرة هو أي حاجة في الدنيا محتاجة توفيق. ممكن التوفيق يبقى معاه فرقة ومش معاه فرقة. يعني أنا شفت محمد الشناوي طلع غلط في كورة، في لعيب على خط المرمى شالها. ده مرتين حتى أحمد الشناوي، لا، هو حسين الشحات شالها من على الخط بتاع الجول. أحمد الشناوي طلع غلط، كان بيتعاقب بجول. فالكرة فيها التوفيق، لابد أن نقتنع بهذا. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نقابلهم في بطوله السوبر ونستطيع ان نفوز بكاس السوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد عبد الحليم، الحاج احمد عبد الحليم، بيقول لك الاهلي كان معاه التوفيق. الحمد لله رب العالمين. تقول لي بقى ان الاهلي ومش الاهلي، بس اقول لك على حاجه، بيراميدز كان عندهم احمد توفيق، واخد بالك يا حاج؟ وبعدين يا عم الحاج انت اللي عمال تتكلم على الاهلي، صلى على النبي. الهدف الاول لبيراميدز اتلعبت عرضيه، فاول، اتلعب عرضيه، الواد حطها بدماغه، مدافع بيراميدز او ايا كان مين اللي لعبها بدماغه، كرة بقى في القائم. شوف بقى الحظ، تخبط في القائم وبدون اي متابعه تيجي اللاعب وليد الكارتي ومفيش حد معاه. ده مش توفيق طبعا ونحطها لوحده. ده اجتهاد، صح؟ ده اجتهاد ان هي تلعب عرضيه
وتيجي بالمسطره على دماغ المدافع اللي لعبها بدماغه وجت في القائم، وترد من القائم لوليد الكارتي اللي واقف لوحده ويجيبها هدف. وده مش توفيق، والاهلي هو اللي كان معاه توفيق طبعا يا حاج. انا عارف انتوا الشياط مجننكم. تعال اسمع بقى معايا اللي كان مع خالد الغندور ده بيقول ايه، وارجع لي تاني. يلا بينا. نروح لكارلوس اوزاريو المدير الفني الجديد، واللي هيوصل بكره ان شاء الله عشان يستلم المهمه رسميا يوم الاربعاء. ان شاء الله يكون متواجد في التدريب باذن الله، تدريب فريق نادي الزمالك يوم الاربعاء باذن واحد احد، يوصل بالسلامه ان شاء الله. ايه رايك في اختيار اوزاريو كمدير فني، وايه رايك في السي في بتاعك ماجد؟ طيب هو انا هتكلم على اوساريو، بس احنا يعني مش المفروض ان احنا نعدي ماتش برضو الاهلي كده يا كابتن خالد ولا طب يلا شوف انت عايز تقول ايه. لا انا كنت عايز اسالك انت يا كابتن خالد، انت ايه رايك في الهدف بتاع حسين الشحات النهارده؟ لان عايز اسالك على حاجه فنيه. ولا لا الكره الهدف بتاع بيراميدز اللي منعه. انا بقول لك هدف. ما انا بقول لك اهو الهدف بتاع بيراميدز اللي شاله حسين الشحات، عشان الناس كلها رايحه في حته ان هي ضربه جزاء ومش ضربه جزاء، وجايبين الايد، لا جت في الايد، لا ما جاتش في الايد. هو ليه امين عمر يعني هكمل كلامي وهسالك سؤال بصفتك لاعب. ليه امين عمر ما وقفش اللعب يشوف الكره دي وما تحسبهاش؟ ما هو بس وقف شوفها. امين عمر ملوش علاقه، لازم حد يكلمه في لازم احمد الغندور اللي هو موجود على الفار يبعت له ويقول له. لا لا لا, لا هو يوقف يقول للفار راجع ليه؟ يا راجل مدير فني يا راجل وبتاع اللي بيتكلمني فيه، واحنا هنا جايين نتكلم على الزمالك. زمالك مين؟ احنا هنا اسمنا قناه اسمها بتهاجم قناه الاهلي، ده مالناش دعوه بالزمالك. يعني انتوا سبتوا اللي امين عمر عمله في المباراه ان مفيش انذار لرمضان صبحي على اصابه رامي ربيعه، والكره ضربه الجزاء اللي بعد كده رجع والفار قال له مش ضربه جزاء، وبدل ما هي ضربه ركنيه اداها لاحمد الشناوي، وتقول لي ما عادش كوره ولا وازاي ولازم يعيد؟ ازاي يا جدع؟ وقف الهجمه وعيد يا جدع، صح؟ انت بتقول ايه؟ انت عايز وقف الهجمه اللي كانت مع بيراميدز، او كوره خلاص طلعت عشان يرجع ويشوف الفار؟ مش مفروض حكم الفار اللي يكلمه ويقول له تعالى الكوره جون او لا؟ هو ده عايز يحسبها جون بالعافيه وخلاص. وازاي انت ما وقفتش الماتش ورحت شفت منك لنفسك؟ يا حبيبي يا سبهلله، هو واقف في عزبه يروح يشوف زي ما هو عايز؟ وقف انا خارج راح اشوف انا الكوره دي. ايه ده يا عم؟ هو مين؟ مش المفروض في حكم فار هو اللي بيقول له تعالى شوف الكوره فيها جون، ضربه جزاء، لمسه يد، طرد، اي حاجه؟ طب ما حكم الفار نداله ساعه محمد عبد المنعم واداله كارت احمر. ايه المشكله؟ انت عايز يوقف الكوره اللي حضرتك الوحيد اللي في مصر شاكك فيها وبتقول ان هي هدف، مع انها هي مش هدف. بس اقول لك على حاجه، انا عارف ان الشياط عندكم شديد حبتين، انتوا ما نمتوش يا عين النهارده انا عارف. وكابتن خالد الغندور كمان بيقول لك ايه، احنا هنقابلهم في الكاس، هو كابتن احمد عبد الحليم، هنقابلهم في السوبر وهنفوز بكاس السوبر. امال خايفين ليه يا جدعان؟ تعال نكمل مع بقيه الضيوف اللي مع كابتن خالد الغندور ورجع لي تاني. يلا بينا. والله بص يا كابتن خالد، هو بيراميدز ما كانش السيء، فريق حلو وكان يعني زي ما كلنا شفنا، لا يعني على قد الامكانيات. في فرق برضو امكانيات، خد بالك الاهلي مش لعيبه، في فرق امكانيات اللي هو ايه العوامل المساعده الخارجيه، اللي هو بنتكلم حكام مصريين، جاله حكام مصريين زي ما هو عايز، اعلام 100 جمهور. شخصيا كزملكاوي مبسوط. يعني انا لو هنقابل بيراميدز في النهائي، لا ببقى بيراميدز فريق صعب مش سهل. الاهلي لما بنقابل الاهلي انا ببقى مبسوط. حتى المؤامره دخلوها في دماغ بيراميدز، يقول لك الاهلي والمساعده والحكام وعوامل خارجيه وعوامل خفيه وعوالم خفيه انت بتقول ايه يا عم؟ يا عم ده ايه علاقته بالكوره؟ طب ما هو كده. طب مبسوط ان انت هتلاعبني؟ انت شايف بيراميدز فريق صعب صح؟ انا جيت لك خايف ليه؟ انا سامعك خايف ليه؟ طيب وبتتكلم على الاهلي ليه كده اما انت شايف ان انت قادر ان انت تكسب الاهلي؟ بس اقول لك على حاجه، انا عارف ان انت خايف تخسر السنه التانية على التوالي في الامارات، سامع صياحك من هنا، وزائد ان انا ما شاء الله في دور الثمانية من دوري ابطال افريقيا وانت يا عيني رابع الدوري. مش هقول لك اي حاجه غير كده. راضي لو طلع دلوقتي عقد سافيو اتسرب، وعقد علي معلول، وعقد حمدي فتحي، وعقد محمد شريف، وعقد محمد عبد المنعم، وعقد محمد هاني، وعقد بيرسي تاو، وعقد شادي حسين، تمام؟ لو طلع مثلا بتاع 8 9 عقود لعيبه الاهلي، ايه هيكون موقف اوضه اللبس في الاهلي وموقف الاداره من تسريب العقود ورد فعل الجمهور؟ وايه
ردودها على نتائج الفرقه. الجمهور بتتكلم على جمهور الاهلي؟ لا بنتكلم ايه رد الفعل على نتائج الفرقه لو في تسريبات. الاعلام بتاعنا، لا ما احنا مش هنقول الاعلام بتاعنا، احنا الاعلام بتاعنا قناه الزمالك، لكن اي حاجه بعد كده والله زي ما بكلمك. والسوشيال ميديا الاهلي بقى هتعمل ايه؟ هتبقى مع الاداره ولا ضد الاداره؟ لا مع الاداره طبعا. بص هم مع الاداره قلبا وقالبا، ظالم او مظلوم. هم مع بيبو ظالم او مظلوم، وعلى فكره هم صح. الغلط عندنا احنا، الغلط عند جمهور الزمالك، ده اللي كنت لسه بكلمك فيه من شويه يا كابتن خالد. جمهور الزمالك مش عايز يفهم حجم المؤامره. انت المفروض يعني بالبلد كده زي ما بيقول لك انصر اخاك ظالم او مظلوم. جمهور الاهلي بيطبق المقوله دي. بص بقى الباشا هسرب لك عقود لعيبه الاهلي كلها ويقول لك اصل وهم عندنا فاهم النادي الزمالك بيتعرض على بيبقى معمول عليه مؤامره ومش معمول عليه مؤامره وكلنا بنقف مع مش عارف الجمعيه العموميه الرئيس اللي اختارته. طب ما هو ده اللي بيحصل في الاهلي. هو مين اللي حط الزمالك في جو المؤامرات دي والمشكله اللي هو فيها دي؟ مين اللي باع لعيبه؟ مين اللي اشترى اللعيبه دي؟ مين اللي رجع فيريرا واللي جاب فيريرا؟ مين اللي بيخوض في اعراض الناس؟ كلنا عارفين. اقول لك ايه تاني؟ مين اللي اتهم لعيبته بان هي بتحش؟ كلنا عارفين. فما تصدرش مشاكلك وتقول لي الاهلي هو اللي السبب فيها. اهلي ايه؟ انت مش لاقي اي مصيبه؟ انت يعني بتحاول تصبر الجماهير، ده انت بتعكنن جماهيرك اكتر. الاهلي بطل كاس مصر وانت عمال تتكلم على الاهلي وما جبتش ربع جنيه كلام على فريقك. ده نهار ما خالد الغندور قال له ايه رايك والمدير الفني هيجي يوم الاربعاء، قال له استنى انا اكلمك على الحلقه التحكيميه في الاهلي. اهلي ايه يا عم؟ انت مالك ومال الاهلي؟ ما تركز في فريقك. صباح الشياط. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.